لو قُلت لي أنا عايز حاجة واحدة مجانية تخلّيني حياتي أحسن، هاقول لك حاجة يمكن في ناس كتيرة مش مهتمة بيها وهي النوم. في ناس بالعكس بتقول لك أنا بقى لي مثلًا 3 أيام صاحي من باب الفخر. أنا عايز أقول لك على حاجة تفرق جدًا في يومك، في إنتاجيتك، في الحاجات اللي أنت هتحققها في يومك عامةً، هي النوم. فأنت لو نومك مش صح، أنت عايز أقول لك إن أنت هيبقى مثلًا حاجة زي إنك تذاكر أصعب أضعاف من إن أنت يعني لو أنت نايم كويس، أسهل أضعاف من إن أنت لو مش نايم كويس، فاهم قصدي؟ فالفيديو ده هيبقى بسيط جدًا، هاطلب منك حاجة وهتشوف الفرق بعد أسبوعين 2 بس. عايزك بعد الفيديو ده تبدأ تضبّط نومك على حاجتين، أولًا يُستحسن تنام بدري وتصحى بدري، يعني يبقى هدفك إن أنت تنام مثلًا الساعة 11، 10 أيًا ما كان وتصحى بدري، وأنت شوف البدري بالنسبة لك إيه. والحاجة التانية إنك تثبّتها، يعني مثلًا من 11 لكذا أو من 10 لكذا ثابت ما يتغيّرش، وهتشوف خلال أسبوعين بالكتير فرق. يعني لو أنت رجعت للفيديو ده هتقول لي بجد شكرًا. آمُل بقى إن بعد الفيديو دوّة معظمكم يطبّق دوّة وما حدّش يعني يشوف الفيديو ويروح يكمّل زي ما هو، لأ يعني يا ريت لو أنت نومك مش مضبوط الفيديو ده يخلّيك تضبطه.